ارزقني الولد الصالح. فهذا السكوني ما يصير عنده أولاد، فقط بنات، واليوم صارت عنده بنت وجه من الإمام. الإمام شافه حزنان، قال يا سكوني أشوفك حزنان. قال سيدي مولاي ولدت لي بنت. قالوا ليش حزنان؟ رزقها على الله تعالى. يا سكوني ماذا سميتها؟ شنو سميتها؟ قال مولاي سميتها فاطمة. قال يا سكوني ما دام سميتها فاطمة فلا تصرخ بوجهها، ويا سكوني أكرمها ولا تضربها. هاي شنو؟ هذا تأثير الاسم بس. طب هاي مو صارت فاطمة الزهراء، إنما بمجرد سماها بفاطمة نزلت فيها البركة. والإمام يقول لي للصيح بوجهها كرامة للزهراء عليه السلام. فأنت عندما تريد أن تختار اسم لولدك عليك أن تختار الاسم المبارك، الاسم الصالح. والله أنا جدنا كان كذا اسمه أسمي على اسمه، اختار اسم من هذه الأسماء المباركة أيها الأحبة.